الأخلاقي في مصر القديمة يتلخص في كلمة مميزة عند المصري القديم، هي كلمة ماعت. وقد احتار علماء الآثار قديماً في ترجمة تلك الكلمة، إلا أنها تتلخص في المبادئ والأعراف والقوانين التي يجب اتباعها لكي يمضي المجتمع وفق الشكل السليم. المعت في القواميس طبعا تم تعريفها على انها هي العداله، الحقيقه، الصدق، الخير، وفي علماء بيترجموها هي النظام الكوني المتكامل. الكلمة نفسها في ناحية اللغة مشتقة من كلمة ماع بمعنى يتجه مباشرة. المفهوم الأول اللي بنشتغل عليه هو المفهوم الشخصي أو الأخلاقي الداخلي اللي من الإنسان نفسه، وده بيعتمد على مبدأ الالتزام الذاتي للإنسان، ثم ينتقل هذا المفهوم إلى مفهوم أوسع شوية وهو المفهوم المجتمعي، التزام الإنسان نحو الآخر سواء كان جاره أو حد أفراد الأسرة أو زميله في العمل، وثم ينتقل إلى مستوى أعلى شوية وهو النظام الهيراركي أو الإداري في الدولة، واللي بيحدد العلاقة القويمة ما بين الفرد والرئيس بتاعه أو المرؤوس والرئيس بتاعه، لدرجة ما نتخيل إنه المستوى بتاع الإدارة ده ينتقل إلى مستوى سياسي شوية، إزاي بتنتظم الأمور داخل وخارج البلاد، وإزاي الدولة بتحكم بنظام دقيق وعادل، ثم ينتقل بالنسبة لمصر القديم إلى مفهوم كوني أكبر شوية هو الحفاظ على النظام الكوني. وده اللي احنا دلوقتي بندور عليه، ازاي نحافظ على البيئة ونحافظ على النظام الكوني وما يحصلش خلل في سرعة دوران الأرض أو خلل في المية أو ارتفاع منسوب المية اللي احنا بنعاني منه دلوقتي في البحار. فالمصري كان عنده المفهوم ده من فترات مبكرة جدا، يعني المصري كان دايما يسعى إلى الاستقرار، وده أحد مفاهيم المعاد. السعي إلى الاستقرار كان قد بدأ في عصور مبكرة، فالمصري القديم كان يعيش بعيداً عن نهر النيل في بدايات الأمر، وكان يجمع الطعام الخاص به، ثم جاءت بعد ذلك مرحلة الصيد، فكان يصطاد غذاءه بنفسه، وكان ذلك من حيوانات وطيور وأسماك، ثم عرف الرعي. دخل في مرحلة هي مرحلة الاستقرار، هي الزراعة واهتداء الإنسان المصري للزراعة هي اللي خلته يستقر ويبدأ يكون الدولة عميقة في العالم كانت موجودة من العصور القديمة في مصر لغاية دلوقتي. المصري القديم فكر في نظام بما انه منتج للطعام وعنده زراعة، انه يبدأ ينظم المعاملات مع الآخرين في كونسبت او عقيدة عند المصري القديم او مبدأ مهم جدا، هو انه رأس الدولة ممثل في الملك لابد ان يكون موجود، يعني لا يصلح ان يخلو العرش من ملك، وكان دايما بيأكد على المعلومة دي لانه هو الضامن بتاع العدالة وتحقيق العدالة. العدالة دخلت بالتالي من هذا المنطلق في أسماء الملوك، معظم أسماء الملوك كان داخل فيهم اسم ماعت، يعني من ضمن أسماء الملوك حد زي رمسيس الثاني أوسر ماعت رع، يعني قوية هي عدالة رع. أبوه سيتي الأول كان اسمه من ماعت رع، يعني مثبت عدالة رع. الملك أمنحتب الثالث شخصية شهيرة جدا كان اسمه نب ماعت رع، صاحب عدالة رع، وهكذا. كل الملوك حاولوا أن يحطوا اسم ماعت والعدالة في أساميهم علشان يبرزوا كنوع من البروباغندا أو الدعاية دورهم في تحقيق العدالة، سواء على المستوى المجتمعي أو المؤسسي أو حتى على المستوى الإقليمي، لأنه مصر في مراحل كثيرة جدا كان بيسيطر على الإقليم كله، المنطقة بتاعت الشرق الأدنى لغاية أعالي نهر الفرات في الشمال ولغاية الجندل السادس في الجنوب. منذ تأسيس الدولة المصرية القديمة كان للمصريين قانون أخلاقي،
وكان على كل فرد في المجتمع بغض النظر عن وضعه الاجتماعي أن يحترم جميع مواد هذا القانون. المصري ما وقفش عند المرحلة بتاعت الحياة الدنيا في تحقيق العدالة والنظام، ولكن خد معاه العدالة للعالم الآخر. عشان كده تخيل انه لما يروح العالم الآخر هيمر بأماكن كتيرة جدا، وهيمر بمرحلة مهمة جدا هي مرحلة المحكمة أو المحاكمة. وتصور المحكمة دي على هيئة قاعة كبيرة جدا فيها سيد الموتى اللي هو أوزوريس، واللي الإله الظلام اللي هو أول واحد يمر بتجربة الموت في عقيدة المصري القديم، ولكن ما ماتش بعد ما قتل على ايد اخوه ست، ولكن بعث مره اخرى. وبالتالي البعث تجسد في هيئه اوزوريس. لما هيخش المتوفى عند اوزوريس في القاعه دي هيقابل معبودات كتيره جدا، منها حورس اللي هياخده من ايده ويعرفه على اوزوريس، منها جحوتي اللي هو المتحدث او العالم والحكيم اللي هيعلن عن براءه هذا المتوفى، منها المعبودة إيزيس ونفتيس، ومنها المعبودة ماعد. حتى القاعة نفسها اسمها صالة العدالتين، عدالة الدنيا والآخرة. كمان هيتحط الأعمال بتاعته اللي هي المفروض موجودة داخل قلبه، المصدر بتاع الأعمال تحط في كفة والريشة في كفة. فطالما الكفة بتاعت القلب خفيفة جدا، يعني ما فيهاش أي شرور ولا أي آثام ولا أي ذنوب، هتبقى بنفس القدر بتاع الريشة. إذا هو صادق الصوت أو مبرأ أو بريء، فيخش الحدائق بتاعة الإيار اللي هي الجنة بتاعته، اللي تصورها على إنها مصر، لأنه بالنسبة لمصر القديم كان جنته هي مصر. فهو لما يروح الآخرة مش عايز أحسن من مصر. مع بداية الحضارة المصرية القديمة وبناء الأهرامات وترسيخ أسس الدولة ووجود الموظفين والمقابر المختلفة بتاعتهم، الموظفين سجلوا لنا على الآثار بتاعتهم. يمكن فترة الأسرة الرابعة والأسرة الخامسة سجلوا لنا ما يعرف باسم السيرة الذاتية أو السير الذاتية، وكانوا بيسجلوا فيها نصوص تختص بحماية المقبرة، وجزء تاني من النصوص تعامل مع الكارير أو السلك الوظيفي بتاع صاحب المقبرة. أما الشق الثالث فهو اللي تعامل مع الجانب الأخلاقي، فكان على سبيل المثال بيقول الشخص في هذه السجلات أو الكتابات إنه لم يأذي أي شخص. والناحية الثانية في نص تكريسي كرسه لأبيه بيقول إن أنا فعلت هذه المقبرة لأبي. فكل هذه النصوص بتحتوي على جانب كبير جدا من الأخلاق. ألف جيمس براستد عالم الآثار الأمريكي المتخصص في المصريات واحداً من الكتب المرجعية الكلاسيكية الكبرى في تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وهو كتابه الشهير فجر الضمير، وذلك أثناء اشتعال نيران الحرب العالمية الأولى. وقد ذكر في مقدمة الكتاب رسالة للعالم كله أن فجر الضمير قد بدأ من مصر القديمة، فقد أثبت براستد أن ضمير الإنسانية قد بدأ في التشكل في مصر قبل أي بلد في العالم، وذلك منذ نحو 5000 عام. وكتب كتاب بيأصل فيه مرجعية الضمير في العالم كله إلى مصر القديمة، فسماه فجر الضمير. واتكلم عن الحضارة المصرية القديمة من هذا المنطلق، اتكلم فيها عن الدين، اتكلم فيها عن العقيدة، اتكلم فيها عن السلوك، اتكلم فيها عن التعاليم، اتكلم فيها عن يعني الفلسفة بتاعة العقيدة المصرية القديمة. هو ليه كتاب تاني اسمه تطور الفكر والدين، هو تاريخي شوية، إنما فجر الضمير ده كتاب فلسفي من مقام الأول سابقا من نوع في كتب الديانة المصرية القديمة الحقيقة. عرف المصري القديم القيم والمثل العليا، ووضع لنفسه دستوره الأخلاقي الخاص به،
ولكن هل ورث المصريون هذه القيم؟ وهل انتقلت بالفعل من جيل إلى جيل؟ بتاع حاتم لما حب يدي النصائح بتاعته اللي احتفظنا بيها لغايه دلوقتي او اللي وصلت لنا بشكل محتفظ بيه يعني، جاب ابنه قدامه كانه هو تلميذه اللي بيعلمه حاجه، وفي نفس الوقت ذكر جمله مهمه جدا داخل التعليم بتاعته، انه الابن يبقى كويس لما يسمع كلام ابوه ويحط الكلام ده في دماغه او في قلبه، يعني اللفظ بتاع المصري القديم، ولما يكبر طول ما هو صغير لما يكبر هيلاقي ده كويس بالنسبه له، هيبقى خالي من كل الشرور. الملك في مصر القديمة وطبعا هو ما كانش نقدر نقول المدرس أو المعلم الأول للأخلاق، فالموظفين كان دايما يقولوا ان انا اقمت المعهد او نفذت المعهد، يعني اقمت العداله، اقمت الحقيقه. وكان هنا المعهد بالنسبه للموظف بتشمل القيام بها في كل المهام بتاعته المختلفه، يعني في مهنه الري، في مهنه المشروعات، في الابنيه، في الحياه، في المعاملات، ده كله كان متوفر عندنا. فمصادرنا الاساسيه عن الاخلاق بتشمل السير الذاتيه اللي اتكلم فيها الموظفين كما اشرت، والناحيه الثانيه غير السير الذاتيه اللي هي الآداب بتاعة التعليم أو الحكم اللي بينصح فيها أحد الحكماء أو الآباء ابنه بأنه يسلك السلوك بتاع المعهد أو ينفذ المعهد. هناك الكثير من المعلومات والأساطير المتداولة عن حياة المصري القديم، لكن كيف تصل إلينا هذه المعلومات بشكلها الدقيق والعلمي؟ واحنا في مجال الآثار أو العلم المصريات تحديدا، المعلومات بتاعتنا كلها بناخدها من خلال المعابد والمقابر والبرديات والتماثيل واللوحات، مصادر متنوعة المصريين القديم هيسيبها لنا، واحنا محظوظين ان احنا نلاقي الإرث المادي والثقافي في نفس الوقت اللي سابه لنا المصري القديم. بنعتمد على حاجتين، على النص والصوره. في مناظر بتبقى واضحه بنعرفها من اول ما نشوفها، الايقونيه بتاعتها واضحه، وفي بعض المناظر المصري القديم ساب لنا جنبها نص بيشرحها. النص ده مكتوب بلغه مصريه قديمه سواء الهيروغليفيه او الهيراتيقيه او الديموتيقيه. بنبدا نترجم النص ده وبنفهم المضمون بتاع الموضوع على بعضه. مصر القديم يعني سجلوا في النصوص المختلفة بتاعته، كان له أثر كبير جدا على الفكر بتاعه في العالم الآخر، بأنه هو لما جه يصور لنا فصل مهم جدا من فصول كتاب الموتى، اللي هو الفصل 125 من كتاب الموتى، أو فصل المحكمة، اللي هو المتوفى بيتمثل فيه قدام المعبود أوزوريس، وبيجي هنا المتوفي بيكون موجود الميزان، والميزان ده بيتحط فيه في الكفتين بتوعه القلب بتاع المتوفي، لأنه هو القلب هو محل الأعمال اللي بيقوم بها المتوفي كلها. وفي الكفة الثانية كان بيتحط الماعط، العدالة أو الحقيقة، متمثلة في الريشة طبعا. فإذا تساوت كفة الماعط اللي هي الريشة مع القلب، ده معناه أن المتوفي هنا مبرأ، وأنه هيدخل الجنة أو حقول الإيارو اللي هي بتمثل من أنهار وأشجار مختلفة. أما إذا كان مذنب فإن القلب بتاعه هيكون مثقل بالذنوب المختلفة وبالشرور، فده في هذه الحالة بتلتهمه حيوان مفترس اسمه العمعم أو عمعميت، دي بتلتهم المتوفي. طيب هو قال إيه قدام المعبود أوزوريس وقدام ال 42 قاضي اللي موجودين في الفصل بتاع محكمة الموتى أو الفصل 125 من كتاب الموتى؟ وكان دايما في اعترافات سلبية، بيقول إن أنا على سبيل المثال لم أسرق في يوم من الأيام، إن أنا لم أتسبب في إن أنا أخذ اللقمة من فم طفل، الناحية الثانية إن أنا لم أزني، الناحية الثانية إن أنا كنت أبا لليتيم وزوجا للأرمل، وإن أنا كنت بوفر للناس الملابس، وإن أنا كنت في نفس الوقت بوفر للي ما عندوش مركب، واللي ما كانش عنده تابوت عملت له تابوت، واللي ما كانش عنده ابن أنا تكفلت بدفنه وما غير ذلك. كل هذه التعليم طبعا هو بيأكد على فكرة إن هو كان عنده أخلاق، وإن هو كان بيسير وفقا للمعهد.
كان المصري القديم يمتلك الأخلاق إلى حد بعيد، وقد خلت حياته من المثالية، فقد سجلت فترة الرعامسة عن وجود سرقات تتم في مقابر المصري القديم، وكذلك داخل المقابر الملكية نفسها. ولم تسلم هذه المقابر من السرقة أثناء فترات الدولة الحديثة، باستثناء مقبرة الملك توت عنخ آمون والتي وصلت لنا كاملة، وهذا ما سجله الكهنة للأسرة 21 بعد نهاية الدولة الحديثة في حوالي 1060 قبل الميلاد. بدأوا يعملوا إعادة دفن للمومياوات بتاعة الملوك، لأن تعرضت لبعض السرقة وبعض التدمير، فقام الكهنة بتوع الأسرة 21 بإعادة دفن الملوك في مقبرة بتقع في منطقة الدير البحري. وده بيدل إن أحيانا يعني المجتمع كان بيسير وفقا للأخلاق، أنتج حضارة عظيمة جدا. الناس كلها لا زالت حتى الآن يعني بتنهم من عظم هذه الحضارة، ولكن في نفس الوقت زي ما قلنا كان المثالية ما كانش موجودة، لأن كان في حالات تم تسجيلها لسرقة ونهب وما غير ذلك. أما إذا كان لهم المصريين على يعني في عالمة آثار مشهورة جدا اسمها مريم ليشتهايم أمريكية، بتقول إن المصريين هم اللي ابتكروا أو أقدم من ابتكر الأخوة الإنسانية في فكرة إن الأخلاق عندهم شملت العائلة وشملت الملك والفرد والمجتمع، وإن الفرد يبقى ماشي على مبادئ خاصة بالعدل. أما لو إن هو مش بيطبق العدل فده بيؤدي إلى الجشع، والإنسان الجشع ملوش مكان في مصر قديمة ولا له مقبرة. فبتلخص الكلام ده مريم ليشتهايم ان المصريين القدماء حتى راعوا الاجانب عندما تعاملوا عن الاخلاق، فصاروا اقدم من ابتكر فكره الاخوه الانسانيه. اما بالنسبه اذا كان هناك حضارات اخرى يعني كان موجود فيها فكره الاخلاق، فعندنا حضاره بلاد النهرين او العراق القديم والحضاره اليونانيه وفي اليمن، وبعد كده عندنا برضو يعني الحضاره الاسلاميه. ففي حضارات كتيره جدا نقدر نقول طبقت مبدأ الأخلاق، ولكن المصري القديم كان سباق في إن هو سجل ده على المصادر المختلفة بتاعته وعلمه لأولاده. وإحنا بنتمنى حاليا يعني إن الشباب الصغير الجميل يتعلم من الحضارة المصرية القديمة، لأن لو ما فيش أخلاق ما كانش المصري القديم قدر يبدع في إنتاج كل هذه المقابر والمعابد والأهرامات والمناظر المختلفة. المصريين القدماء دليل إن كان عندهم أخلاق، إن هم كانوا سباقين، علموا الحضارات المختلفة فكرة الزينة والتزين والملابس وابتكار التحنيط وأشياء تانية كتيرة جدا. احنا لازال يعني نتمنى أن الأطفال والشباب يسيروا على نهجها في المحافظة حتى على البيئة، يكونوا محافظين على البيئة والأملاك العامة، الجناين، المباني، كل دي أملاك عامة فهي لازم تخضع في جزء الأخلاق. المصري القديم حافظ على النيل، كان برضو بيسجل نصوص ان هو بيسأل الناس اللي هتيجي من بعده ان هم يحافظوا على المقبرة وما ياخدوش منها احجار او يهدموها، وده لازال موجود. ان هم كان عندهم اخلاق، ان كتير جدا من الاثار دي لازالت باقيه يعني بتقاوم كل عوامل الزمن المختلفه. فالمصريين القدماء كانوا مثال يحتذى به في تطبيق الاخلاق. طبعا احنا كلنا عارفين الاديب المشهور المصري العالمي نجيب محفوظ لما جه يستلم جائزة نوبل هو قال انا ابن الحضارتين، الحضارة المصرية القديمة والحضارة الاسلامية. فأخذ مثال من الحضارة الفرعونية، لأن كان في حضارة بلاد الرافدين أو العراق القديم طبعا قوانين حمورابي كان بتسجل اللي يسرق مثلا تقطع يده، اللي يخون مثلا يتم إغراقه في الماء أو ما غير ذلك، بدون خوض في تفاصيل الحضارة العراقية. طيب المثال اللي احتذى به نجيب محفوظ كان من عهد الملك رمسيس الثالث، كان إحدى زوجاته كانت تأمرت عليه وتأمرت على حياته. فالملك اكتشف المؤامرة، الملك رمسيس الثالث اكتشف المؤامرة دي، فدي خيانة. فطبعا دي ضد مبادئ الاخلاق، انك لازم تكون لويال للملك. في مصر القديمه الولاء للملك وانك ما تتامرش ضد الملك، ده كان مبدا موجود من ضمن المبادئ اللي شملتها الاخلاق. ففي عهد رمسيس ثلاثة زوجته احدى زوجاته تأمرت على حياته ومع بعض الموظفين على اساس ان هي كان عاوزه ابنها يوصل للحكم.
طب اللي حصل ايه؟ الملك اكتشف المؤامره دي. لما الملك اكتشف المؤامره دي، هو كملك في مصر القديمه يعني في فتره بترجع ل 1500 سنه قبل الميلاد، طيب كان عنده المقدره ان هو يقطع رؤوس كل اللي اتامروا ضده ويحكم عليهم بالاعدام. ولكن الملك عمل ايه؟ شكل محكمه، وشكل ليه؟ عشان تفصل في الحكم ما بين كل من حاول ان هو يتآمر على حياة الملك. فقررت المحكمة بإنهاء حياة البعض، قررت المحكمة بقطع أذن البعض الآخر، قررت المحكمة وهكذا يعني. فاللي أنا عاوز أقوله كان في طبعا وسائل عقاب خارجية من الملك، كان هو بصفته الإله اللي بيحكم على الأرض هو المنوط بتنفيذ المعد. صنع المصري القديم لنفسه دستوره الخاص والتزم به، فصنع أجمل حضارة عرفتها البشرية، وقد انعكس ذلك على فنه ونقوشه التي لا تزال تبهر العالم أجمع حتى الآن. فالمصري القديم لم يرتكب خطيئة، ولم يسرق، ولم يكذب، ولم يلعن أحد، ولم يزني، ولم يقتل. سما بأخلاقه فصنع المجد، وكتب بحروف من نور معت. أنا نفسي يعني إن الناس عامة يعني يركزوا قوي في تعليم أولادهم سلوكيات المعاملة. يعني احنا بنقول الدين معاملة، يعني انك تتعامل مع البيئه يعني باسلوب راقي، يعني ما نرميش الزباله في الارض، لان المصري القديم ما كانش بيرمي في النيل اي زباله، وكان بيقول كده: انا ما رميتش اي زباله في النيل، ما دمرتش المقبره بتاعت جاري او المقبره بتاعت احد الاشخاص. فنفس الشيء بالنسبه للمنازل والحدائق العامه والاملاك العامه، نفس الناس تتعامل معاها يعني الى حد بعيد باسلوب راقي. الناس ما ترميش زباله في الارض، الناس ما تقطعش شجر يعني وتقضي على الاخضر. يعني الدوله بتسعى في المدن الجديده طبعا الاهتمام بالزرع، الاهتمام بالميه، الاهتمام بالابنيه، السلال الزباله اللي موجوده، الناس ما ترميش زباله في الشوارع والحاجات دي كلها. ان المصري القديم فعلا كان نظيف، المصري القديم كان نظيف مع البيئه، في تعامله مع الحكام اللي بيحكموه، في تعامله مع جيرانه، في تعامله مع زوجته. اذا تزوجت صغيرا فاحترم زوجتك واكسي ظهرها ووفر لها العطور والزيوت العطريه. فانا نفسي السلبيات اللي موجوده في المجتمع في التعامل مع البيئه والقاء القاذورات هنا او هناك، ان الناس تحتذي بالمصري القديم في المحافظه على البيئه. وده يمكن خير مثال ان انا اختم بيه، ان الانسان ما يفعلش، دايما يفعل الخير، لان اللي بيعمله النهارده بكره قدام ربنا هيلاقيه. وده كان نفس الفكره اللي المصري القديم بيقولها: اللي هتعمله النهارده بكره امام الاله هتلقاه.